تحية طيبة وأما بعد، السلام عليكم إخواني، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الأولين والآخرين. اليوم منظر عاطف نجيب في قاعة المحكمة وهو ذليل، والله إنه يشفي صدور قوم مؤمنين. عاطف نجيب فرعون أهل درعا، كان فرعون طاغية. يا أرض اشتدي ما حد قدي. كان يقول يا أهل درعا لمن ملك درعا اليوم؟ هذه الأنهار التي تجري من تحتي لي. فكان هو المسؤول الأول عن الإجرام من انطلاق شرارة الثورة في سوريا، حيث اعتدى على الأطفال ومنهم الطفل حمزة الخطيب، أسأل الله أن يكون شفيع لوالديه، فكانوا كلهم أطفال. هذا المجرم الذي تشاهدونه أمامكم في المحكمة هو أول من أشعل الثورة، حيث انتقص من أهل درعا ومن كرامتهم ومن أعراضهم، وبنفس الوقت نكل بالأطفال ومثل بهم، حتى تم تسليمهم إلى أهلهم جثث هامدة. فهذا المجرم اليوم في المحكمة ينظر إلى الناس نظرات حادة. الواطي لك يفكر حاله صدام حسين المجيد هيك بالقاعة وله هيبة. تراه ساعة ينظر بكل حدية إلى الناس بكل صمت، وأحيانا يمسح الدموع عن خدوده. يعني صدمة، الشبه صدمة، ما تخيل يأتي يوم من الأيام أن تتم محاسبته ومحاكمته، وأن يكون في قاعة المحكمة مكبل بالسلاسل والكلبشات، ويترجى رجال الأمن حتى يعطوه منديل ليمسح به دموع التماسيح. هذه الدموع التي تشاهدونها الآن سكب أهل درعا وأهل سوريا مثلها لترات، أي لترات، بحور وأنهار، من حتى نشاهد هذه الدمعة التي في عينك. والحمد لله شاهدناها وعشنا. لكن الفرحة تكون مو بمحاكمتك، والله أنت لا تستحق أن تكون لك محاكمة، أنت تستحق ميدانيا. بنفس اللحظة نطق حكم يتجمعوا عليك أهل درعا وأهل سوريا ونفرح وتخلص العالم من شرك. محكمة ما تحتاجها أنت. ليش تحتاج المحكمة لما يكون إنسان فيه عليه شبهات يقدر يدافع، نعطيه فرصة يدافع عن نفسه؟ لكن أنت إنسان ما يحتاج أنه فقط الناس تأخذ حقها منك. ليش المحكمة؟ أنا ما عرفت. المحكمة تكون للجرائم الصغيرة، أما الجرائم الكبيرة مثلك مثل أمجد يوسف ومثل غيركم تستحق إلى محكمة ميدانية فقط. أكثر من نصف ساعة ما تطول، هيك نسمع إيش عندك، نشوفك وأنت ذليل. خليك تموت من نظرات الناس لك، وأنت راح تلاقي ربك وبرقبتك أوزار ملايين المسلمين. فبهاي اللحظة، هاي اللحظة اللي نحتاجها نحن. أما محاكم على مدى أيام وأسبوع وأشهر والله ما نحتاجها، نحتاج إلى محكمة ميدانية، لأنه جرائمكم مثبتة بالدليل القاطع.